اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير كتير. لو ما جربتوش البطاطس بالطريقة ديت هيفكوا كتير قوي قوي. حطي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفيني، ويلا بينا نبدأ. عندي هنا حبتين من البطاطس متوسطين، هنقشرهم وهنغسلهم كويس جدا. بعدين هنقطعهم مكعبات زي ما انتوا شايفين. هناخد بقى مكعبات البطاطس نحطها في مية لمدة ربع ساعة. بعد كده هننزل بالبطاطس في حلة فيها مية وهنسلقها 70%، يعني حبايبي تكون 3/4 سوا، ما تكونش مهرية خالص. بعد كده نصفيها من المية وهنركنها على جنب. عندي هنا طبق هحط فيه 3 بيضات زي ما انتوا شايفين. هننزل عليهم بنص معلقة صغيرة فلفل اسود ورشة ملح، ونخلطهم كويس جدا جدا مع بعض. في طاسة بقى على النار هنحط فيها معلقتين كبار من الزيت، وننزل بعد كده بالبطاطس الجميلة بتاعتنا ونشوحها لمدة دقيقتين بس. هننزل بعد كده بالبيض ونحاول نوزعه في كل الطاسة. دول شوية طماطم شيري كانوا عندي، قطعتهم وهحطهم على وش الطاسة من فوق. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، بصراحة لوحة فنية بجد. والرش من فوق رشة جبنة موتزاريلا لو متوفرة عندكم. بعد كده هنغطي الحلة لمدة 3 دقايق، وطبعا بنكون مشغلين النار على نار هادية. آخر حاجة هنحط رشة بقدونس من فوق. شايفين الحلاوة؟ تعالوا بقى نجهز السفرة الجميلة مع بعض. عندي هنا شوية خضار، على جزر، على طماطم، على خيار، قطعتهم مع بعض. هنجيب السندوتش الجميل بتاعنا، هنحط فيه شوية سلطة كده حلوين، ونقطع بقى شريحة كده من البيض بالبطاطس. طعمه بجد جميل جدا جدا ورائع. بتمنى تجربوه. ما تنسوش اللايك يا حبايبي وتعليقاتكم الجميلة. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.